تعال اقول لك على اخر اخبار برشلونه واخبار الانتقالات داخل برشلونه، واول خبر هو تفاصيل اصابه تير شتيجن مع منتخب المانيا. تعرض حارس مرمى برشلونه تير شتيجن للاصابه خلال تواجده مع منتخب المانيا، وقالت صحيفه سبورت الاسبانيه ان تير شتيجن هيغادر معسكر المنتخب وهيرجع لبرشلونه في اقرب وقت. تير شتيجن بيعاني من اصابه على مستوى الظهر ولسه ما تحددش مده غياب اللاعب. تعال بقول لك على خبرين كده عن صفقات برشلونه اللي جايه. واول خبر عن الصفقات هو امكانيه رحيل فران توريس عن برشلونه. حسب موقع تيتو ميركاتو الايطالي ان جناح برشلونه فران توريس ممكن يغادر برشلونه وهينتقل للدوري الانجليزي. فران توريس كان متوقع انه هيبقى اساسي تحت قياده تشافي هرنانديز، علشان كده بيفكر في الرحيل عن برشلونه. وقال الموقع ان نادي نيوكاسل هو النادي الاكثر اهتماما بالتعاقد مع جناح برشلونه. ثاني خبر من الصفقات، توتنهام بيسعى لاجراء صفقه تبادليه مع برشلونه. كشفت تقارير الصحفية إن توتنهام عايز جناح برشلونة رافينيا، ووفقا للتقارير الصحفية برشلونة بيقدر قيمة الجناح البرازيلي بحوالي 70 مليون يورو، وبسبب المبلغ ده ممكن يكون هو سبب تعطيل الصفقة. عشان كده بيسعى توتنهام لصفقة تبادلية مع برشلونة بعرض خدمات المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو على فريق كاتالوني، وتوتنهام ياخد رافينيا، لكن برشلونة بيفضل الحصول على الأموال لحل مشاكله الاقتصادية. أنا بقول لك على آخر حاجة معانا في الفيديو، وهي موعد ماتش برشلونة اللي جاي في الجولة ال 14 من الدوري الأسباني. برشلونة هيواجه رايو فاليكانو يوم 25/11 الساعة 3 بتوقيت مصر على ملعب رايو فاليكانو. كده يا صاحبي يبقى قلت لك على أهم الأخبار والصفقات، وقلت لك كمان على موعد ماتش برشلونة اللي جاي. اعمل لايك واشتراك في القناة وادعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم.